السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ زي ما انتوا شايفين يا حبايبي عندنا حلة على النار. قبل ما نشوف الحلة دي هنعمل فيها ايه، ما ننساش اللايك والشير والسبسكرايب. وطبعا تقولوا لي انتوا بتتابعوني من انهي بلد او انهي دولة. وما تنسوش الصلاة على الحبيب، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. طبعا اول حاجة معانا حلة زي ما قلت لكم، هننزل بالبسلة كده. هنخزن البسلة بكل سهولة. معانا كمية بسلة 4 كيلو، قطعنا عليهم شوية من الجزر. البطاطس طبعا مش هنحط بطاطس اهو، هنسيب الشوية دول. نجيب حاجة نقلب بيها. طبعا هنحط في المية شوية ملح كده، وهنحط المادة الحافظة اللي احنا بنحطها على طول، شوية من السكر علشان معانا كمية كبيرة. ونقلب البسلة كويس اهو، تفضلي تقلبي كده. طبعا هنحط بقية الكمية علشان نطلع في المصفى بتاعتنا البسلة. هتفضلي تقلبي لغاية ما تحسي البسلة بتاعتك اخدت السوى المظبوط اهو. طبعا تخزنيها من السنة للسنة وهتلاقي البسلة بتاعتك خضرة بنفس اللون وجميلة. طبعا ما تحطيش البسلاية اللي هي ناعمة خالص علشان ما تبوظش معاكي الدنيا. طبعا اهي بصوا انا بخرجها كده، لو لقيت اي بسلة صغيرة زي دي بنخرجها، بنشيل كده بالمصفى بتاعتنا او البتاع اللي احنا بنشيل بيها اهو. وتقلبي كويس لغاية ما تلاقي البسلة بتاعتك السوا بتاعها مظبوط، علشان ولا تسود ولا اي حاجة اهو. بتاخد السوا المظبوط، بنفضل نقلب اللي فوق تحت واللي تحت فوق. طبعا يا حبايبي ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب علشان يوصلكوا كل جديد. طبعا انت هتسأليني بتخزني بدري ليه يا ام زياد؟ انا بخزن بدري لاني ممكن يعني نخلص الامتحانات ونسافر كده مع بعض جولة لأسوان. طبعا في أسوان لو خرجت ولا رحت أي مكان هصور لكم أي مكان هروح فيه بإذن الله. هنعمل جولة كده لأسوان، وممكن نروح فيها غرب سهيل والمكان اللي أنا بحلم أروح فيه. يعني أنا كنت في أسوان عايشة بس ما روحتش المكان اللي هو غرب سهيل. نفسي أروح هناك وأصور لكم الأماكن في غرب سهيل، وربنا إن شاء الله يدينا الصحة كده ويعافينا احنا وانتوا بإذن الله كده ونروح ونصور مع بعض. لو رحت هناك بإذن الله بدون مقاطعة هصور لكم كل حتة هروح فيها، بس ربنا كده يوفقنا ويوفقكم جميعا. وطبعا اللي عايز حاجة اصورها لكم في أسوان معينة، نروح ونصور لكم اي مكان انتوا حابين تصوروه هنصوره لكم على طول. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي لازم تقلبوا في البسلة بتاعتكم كده وتاخدوا وتدوا فيها، يعني علشان بس ايه تطلع السوا بتاعها مظبوط. الايام اللي فاتت انا رحت اسوان، اخدت فيها كام يوم بس ما صورتلكوش لان الاولاد ما كانوش معايا وما خرجتش، ما روحتش اي مكان. يعني لما بيكون معايا الاولاد بنلف جولة كده جميلة وبنخرج مع بعض، لان اولادي بصراحة هم اللي بيشجعوني للخروجة. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي انا بحاول اشيل اللي هي الصغننة خالص علشان ما تبصش معايا في السوا، وبقلب من تحت لفوق. تقلبي كده من تحت لفوق، تبقي مجهزة مية ساقعة
ميه ساقعه بتلج، وتروحي نازله على البسله على طول بميه ساقعه بتلج، علشان بس ايه، تصفي البسله بتاعتك وهي تبقى مش سخنه. لازم تجمد معاكي بميه ساقعه، يعني تاخد زي صدمه ميه ساقعه. اهو شايفين الصغننه دي بنشيلها. وزي ما قلت لكم، طبعا في ناس هتسأل انتي بتخزني بدري ليه؟ لسه البسلة غالية. هي دلوقتي سعرها وصل 11 جنيه و12 جنيه. فاحنا بنعمل ايه؟ بنخزن فيها علشان لو حصل في الامور امور وسافرت، يبقى انا صورت لكم تخزين البسلة معاكم على القناة. زي ما انتم شايفين كده، في بسلة انا جايبة 2 كيلو الاسبوع ده، وجايبة 2 كيلو الاسبوع اللي فات. فقلت اعمل لكم بقى تخزين البسلة بتاعتي، ونحطها مع بعض بإذن الله في الفريزر كده وممكن تنزل تاني وممكن ما تنزلش. فاحنا قلنا نلحق كده في الوقت الحالي نجيب اي شوية، لانه زي ما انتوا عارفين كل حاجة رافعة جدا جدا، فاحنا مش ناقصين اكتر من كده غلا. فاحنا نعمل ايه؟ نلحق اللي نلحقه دلوقتي، ولو نزلت نجيب تاني، ما نزلتش مش هنجيب تاني. فاحنا زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده، نعمل ايه؟ نخزن شوية بسلة حلوين، دول 4 كيلو يعني حلوين. نعمل كيس كده كويس، وهوريكم الكيس اللي هيتعمل ازاي معانا، علشان بس نبقى عارفين كل طبخة نخرجها مش هنشيل منها. الطبخة اللي تخرج من الكيس على طول تنزل على الحلة اهو. وزي ما قلت لكم الامتحانات هتخلص معانا، الامتحانات طبعا اسبوعين كده يمتحنوا الاولاد، من الاسبوع اللي جاي معانا كمان اسبوعين او 3، وبعد كده هنطير على اسوان، بلد الحضارة، البلد الجميلة، البلد الحلوة جدا جدا، اللي كل واحد بيتمنى يروح يتفسح في اسوان ويشوف المناطق اللي فيها وجمالها الجذاب. طبعا زي ما انتوا عارفين بتجيلها السياحة من كل جميع الدول علشان تيجي تتفسح في أسوان في الوقت الحالي اللي هو وقت الشتاء، زي ما يكون الصيف بتاعهم بياخدوه هنا، لأن الشتاء بتاع أسوان جميل جدا، ما بيبقاش ساقع زي مصر وزي الدول التانية. معروف طبعا الدول التانية بيبقى الجو بتاعها ساقعة جدا جدا، وممكن ينزل فيه التلج. طبعا زي ما انتم شايفين يا حبايبي، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنسيبها لغايه ما تستوي كويس. احنا بوريكم لحظه بلحظه اهو، ما وقفتش الفيديو خالص. ويا ريت طبعا ما تنسونيش في اللايك. عايزه تفاعل يا جماعه، ويا ريت كل اللي يكتب لي كومنت كده جميل، يكتب لي بيتابعني من انهي بلد او دوله، علشان اعرف كل حبايبي وكل متابعيني بيتابعوني من انهي بلد، وباذن الله يوفقنا جميعا مع بعض. شايفين بشيل الصغننه خالص، واللي هي بحس ان هي مش حلوه، يعني بشيل كده الحاجه اللي هي مش عجباني بشيلها، والصغيره خالص اهو. بتقلبي كده من تحت لفوق علشان بس البسله بتاعتك تبقى جميله معاكي وما تسودش في الفريزر، لان لو انتي حطيتيها وشلتيها على طول هتلاقي كأنك ما عملتيش حاجه وهتسود معاكي. فاحنا مش عايزين ايه تسود. الجزر تلاقيه زي ما هو اصفر، والبسله هتلاقيها زي ما هي، زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اهو. احلى حاجه لما تخزني كل حاجتك في بيتك، تخزنيها تيجي تخرجي الطبخه بطبخه كده وتطلع ما شاء الله زي العسل. وممكن الوقت اللي انت تعملي فيه البسله ممكن ما يكونش فيه في السوق بسله، فتعملي البسله تبقى حاجه حلوه اهو. شايفين البسله كل ما بتزيد في السوا على النار بتحسي ان اللون بتاعها بيبقى اخضر اكتر. شايفين الجمال اهو. ما تنسونيش يا جماعه في اللايك والشير والسبسكرايب علشان يوصلك مني كل جديد. طبعا كل حاجه بننزلها هتشوفوها معانا على طول لما تدوسي كده لايك
وانتي تفيدي وتستفيدي باذن الله. اهو زي ما انتم شايفين كده بصطاد اللي هي الصغننه قوي اهي. يا رب تكون ظاهره معاكم. شايفين يا حبايبي؟ بجهز مصفى وبنزل بالبسله بتاعتي على مصفى كده حلوه عندي، واروح حاطه فيها البسله اهو. هنجيب المصفى دلوقتي، بس اول ما تغلي البسله معانا كويس هنقوم حاطينها في مصفى، علشان بس ايه تبقى السوا بتاعها مظبوط ومية المية، ان هي طالعه معانا ممتازه جدا جدا. هنسيبها تغلي ونجيب المصفى. طبعا يا حبايبي انا ما قشرناش معاكم البسله. البسله انا عملتها علشان وقت الفيديو. هنجيب كده من تحت اهو كده ونصفي البسله بتاعتنا كويس. هنشوف كده السوا بتاعها ايه. هي كده مظبوطه. هنجيب كده ونصفي حلو. هصفيها وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين يا حبايبي هننزل كده في ميه بتلج. هنصفي البسله بتاعتنا كده اهو على ميه بتلج اهو، وهشيل من الميه التلج على المصفى بتاعتي تاني علشان نخلي البسله بتاعتنا تصفى من الميه. شايفين قطع التلج اهي؟ لازم يكون فيها تلج علشان تخزني صح. لازم يكون في الميه بتاعتك تلج، قطع تلج دي اللي بتديها الصدمه علشان تدخليها الفريزر على طول اهو. بصي حطي ايدك كده تلاقي الميه ساقعه. لغايه ما التلج بتاعنا يسيح هنصفي البسله بتاعتنا على طول. بسم الله ما شاء الله، يعني الكميه حلوه. بس لسه هنجيب تاني علشان الكميه دي احنا 5 افراد، لازم نبقى فيه كميه حلوه في الفريزر نخزنها. عشان بس ايه ممكن يجيلك وقت ما يبقاش معاكي تجيبي بسله، او ممكن مش موجوده تروحي تخرجي الكيس وتجهزي الصلصه بتاعتك وتعملي على طول. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي بنخلص الكميه كلها اهي. بنشيل كده ونصفي. لازم تصفيها كويس اهي. لازم تكوني مجهزه المصفى بتاعتك جنبك علشان تحطي الكميه اللي انت هتخرجيها دي على المصفى، وبعد ما تصفي كويس تحطيها تجهزي اكياس بقى اللي هي اكياس التلاجة وتعبي البسله بتاعتك اهو. هتحطي مصفى ليا وزياد تاني علشان الميه اللي تصفي تخرج من البسله، علشان لما تفرزيها ما تمسكش كده في بعض، تخرجيها تبقى حبه بحبه ما يبقاش فيها اي قطع من الميه او التلج اهو. يعني بنصفي من هنا كويس وبعد كده بتصفى في المصفى دي برضو اكتر من الاول اهو كده. طبعا لو عجبتكم الطريقه بتاعه التفريز بتاعنا كده يا ريت ما تنسوناش لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلكم مني كل جديد وجديد باذن الله. هخلص كل الكميه دي كده وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين يا حبايبي اهو بنقلب كده
البسله بتاعتنا علشان نعبي بسله في الاكياس تبقى متخلطه بالجزر. كل كيس طبخه اهو، تعملي كل كيس كده طبخه، تخرجيه وتقطعي عليه البطاطس اهو. نربطه كده. هخلص طبعا كل الكميه اللي معايا واوريها لكم بعد ما اخلصها. زي ما انتم شايفين يا حبايبي خلصنا الكميه اهي ما شاء الله زي العسل. شايفين عملنا من 4 كيلو 5 اكياس، كل كيس طبخه. طبعا كل كيس هنخرجه كده يبقى مفرز وجميل اهو، ولا ميه ولا اي حاجه، مفيهوش اي حاجه خالص غير ايه، مفرزينه بالجزر والبسله وما شاء الله عليه يستاهل بقكم. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسينيش في لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلك مني كل جديد. عايزه لايكات كتير كتير، وما تنسيش الصلاه على الحبيب. صلي على الحبيب قلبك يطيب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.